يلا نسمع الحدوتة. حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان سلطان. قدام قصره كان دكان نجار عجوز، يفتح الشباك يلاقي النجار، يخرج من البوابة يلاقي النجار. السلطان يقول ازاي اكون سلطان وليا جار نجار؟ اطردوا النجار. الوزير يقول له يا مولاي الناس بيحبوا النجار، ولو طردته ظلم هيزعلوا. والسلطان يقول طيب اعمل حتة عملة تريحني منه خالص. اول واحد يدخل عليا في القصر هنا ان كان قريب ولا غريب ينضرب بالسيف 3 مرات، مش هرجع في كلمتي. في الوقت ده بعت السلطان حارس من الحراس للنجار العجوز. يا عم يا نجار هقولك سر، لو جريت دلوقتي ورحت للسلطان هيديلك مكافأة. سمع النجار كده مش يفكر على العكاز، يفكر ويقول يا ترى المكافأة هتبقى ايه؟ يا ترى هعمل بالمكافأة ايه؟ انا ايه يعني؟ من الحمد لله بكسب لقمتي وبشتغل، واخد المكافأة لوحدي ليه؟ اخد معايا كل الفقراء جيراني واصحابي، ونبقى اول ناس دخلنا على السلطان، يقسم علينا المكافأة كلنا. والنجار العجوز رجع من نص السكة ينده للفقراء اصحابه وجيرانه. والسلطان في القصر يستغرب، الله، هو النجار اتأخر ليه؟ مين المسكين اللي هيدخل اول واحد على السلطان؟ يا خبر يا نهار، عارفين مين اول واحد دخل على السلطان؟ الامير ابن السلطان. والسلطان مش قادر يصدق. السلطان يحط ايديه على عينيه والحرس يرتعشوا والسياف عايز يجري، وكلهم يقولوا يعني ايه الامير ابن السلطان ينضرب بالسيف بامر السلطان؟ ده السلطان مش ممكن يرجع في كلمته. والسلطان يبص للحراس ويقول لهم مش هرجع في كلمتي، الامير ابني ينضرب بالسيف 3 مرات، لكن بقى لو مات هموتكم كلكم. يا خبر، ازاي الامير ينضرب بالسيف 3 مرات ولا يموتش؟ شوية وعم النجار العجوز جاي وجايب الفقراء الغلابة جيرانه واصحابه. والنجار العجوز يعرف الحكاية، والنجار يقول يعني الامير هينضرب بالسيف 3 مرات، ولو مات السلطان هيموتكم كلكم. والنجار العجوز فكر شوية وقال ادوني مهلة 3 ساعات وهرجع لكم تاني. بعد ال3